بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه. أريد أن أطرح تساؤلا: هل أن الجزائر وبوليزاريو يظنون أنه بكل بساطة أن المغرب سيتنازل عن صحرائه بمجرد بعض الاعترافات أو بمجرد قرار أممي؟ بل أن المغرب يريد أن يسترجع أراضيه بطريقة سلمية ومشروعة، لأنه يعلم علم اليقين بأنها هذا حقه ولن يتنازل عنه، وأنها ستسترجع سواء كانت الصحراء الشرقية المغربية أو الصحراء الغربية المغربية. الصحراء الغربية المغربية ملف طوي وانتهينا منه، ونريد الآن أن نسترجع صحراءنا الشرقية المغربية بموجب اتفاقيات وبموجب القانون الدولي العام. وهل يظن الجزائريون أو البوليزاريو أن المغرب سيتنازل عن أبناء شعبه الساكنين في المناطق الجنوبية الصحراء المغربية، الذين يبايعون ويعلنون بيعتهم للملك، أنه المغرب سيتنازل عنه بكل بساطة؟ المغرب ليس ضعيف، لأنه يعلم أن كل مواطن في المغرب هو جندي مستعد أن يترك منصبه الذي يشتغل به أن يحمل السلاح للذود وللدفاع عن وطنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.